دلوقتي بس بعد استخدام شهور اقدر اقول لكم رايي عن سيروم فيتامين سي من دكتور راشل. طبعا الاشهر انتشار في كل بلاد العالم، طبعا سعره جميل جدا. تعالوا نشوف بقى تجربتي مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناتكم المتواضعه بالمختصر المفيد مع دانا. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو اني استخدمته فتره، الحمد لله رب العالمين، انا شايفه انها فتره كافيه اني اقدر اطلع واقول لكم المنتج ده فعال ولا لا. في البدايه حابه اقول لكم طبعا المنتجات دكتور راشد موجوده في كل مكان، تقدري تشتريها وباسعارها حلوه جدا جدا. الاراء بتتفاوت ما بين ان هو منتجات كويسه او مرضيه، وفي اراء بتقول ان المنتجات طبعا ملهاش اي لازمه خالص. الهدف بيكون ان انت تدي نضاره وتحافظي على نضاره بشرتك. هو ده اللي بيعمله فعلا سيروم فيتامين سي من دكتور راشل. هو بيحافظ على نضاره البشره، بيديكي ترطيب ممتاز جدا. كمان في الشتاء حلو قوي ان انت تستخدميه كقاعده كده قبل ما تطبقي طبعا الروتين بتاعك او المرطبات بتاعتك، حلوه قوي. للناس اللي هي لسه ما استخدمتش فيتامين سي وحابه ان هي تستخدم تركيزات اقل، طبعا لان التركيزات الاعلى اللي هي 5 و10 و20% هي طبعا التركيزات اللي هي تقدر نقول ان هي بتعمل لنا فعلا تدقيق للمسام، بتنقي البشره، بتفتحها. بس طبعا بما ان النسبه هنا مش مذكوره ومكتوب طبعا الفيتامين سي الصيغه بتاعته موجوده في اخر المكونات، ما اقدرش اقول ان هو من اوائل السيرمز فيتامين سي اللي هي اقدر انصح بيها. بس هو حلو طبعا للبنوتات الصغيرين اقل من 15 سنه، حلو قوي برضو بيديهم ترطيب، بيدي نضاره حلوه قوي طبعا للبشرات اللي مش محتاجه جهد كبير، مش محتاجه مثلا ماسكات، مش محتاجه عنايه كبيره قوي. لكن طبعا بعد سن ال40 طبعا انت محتاجه حاجه اقوى من كده بكتير. انت طبعا محتاجه تركيز 20% طبعا غير الروتين تاني اللي انت بتستعمليه. بالنسبه لسن ال30 برضو هيبقى حلو كتكميلي، يعني زي ما قلت لك حاجه تكميليه. بتستخدميه طبعا كم مره في اليوم؟ تستخدميه مرتين في اليوم. انا تجربتي الشخصيه لما استخدمته متواصل حسيت منه بفرق بصراحه، لاني انا قعدت فتره تركت كل المنتجات، يعني كنت في حاله سبت كل حاجه، ما اهتمتش ببشرتي خالص. جيت بعد كده قلت بقى اجرب فرصه ان انا بشرتي كانت مرتاحه من كل حاجه عشان اعرف اشوف التاثير بتاعه قوي ولا لا. لقيت تاثير الى حد ما حلو، ما ظهرش خالص من اول اسبوع 10 ايام ابدا نهائي. ظهر من بعد كده، ابتديت احس ان البشره مترطبه، ابتديت احس انها نضره، ابتديت الاحظ شويه انقباض للمسام، بس مش قوي، مش قوي خالص يعني. تمام. زي ما قلت لكم استخدمته لوحده، ما عملتش معاه اي منتجات تانية عشان اقدر احدد اذا كان التاثير اللي حصل معايا بسببه او ولا بسبب حاجه تانية. بالنسبه اللي هو مضاد للتجاعيد زي هو مذكور هنا في العبوه ولا لا، طبعا لا، ملوش اي علاقه خالص بموضوع التجاعيد. هو زي ما قلت لكم هو مرطب حلو. طبعا المنتج اصلي موجود فين؟ موجود طبعا هتلاقيه، خلوا بالكم هنا بدل، بتلاقيه فين؟ بتلاقيه اونلاين كتير جدا في الصيدليات، اعتقد ان هو مش موجود اصلا. هتلاقيه اونلاين في امازون وفي جوميا وفي كل المواقع دي، في مصر وخارج مصر برضو. بصوا عايزه اوريكم برضو قوام السيروم عامل ازاي. بصوا انا خلصت يعني الكميه دي، هي العبوه كبيره اصلا، هي 60 ملي، ف اهو. ريحته كده، ريحته مدي كده على اورنج. طبعا انا هنا حطيت كميه كبيره، انت لما بتطبقي مش بتطبقي كل الكميه دي. البشره بتتشربه، مش بيسيب اي اثر دهني خالص لو انت حاطه كميه معقوله. لو انت مزوده بقى زي كده حالاتي، لا، ممكن يسيب لك مظهر مش ظريف، خاصه لو انت طبعا بشرتك من النوع الدهنيه او المختلطه. لو بشرتك جافه طبعا هيمتصها بسرعه وهيبقى جميل جدا معاكي. سعره كام؟ هو اقل من ال 100 جنيه هنا بالنسبه لمصر. بالنسبه بقى في الامارات هو يعني اسعاره جميله جدا، ممكن تلاقيه 9 10 درهم. اكون قدرت افيدكم النهارده، ما تنسوش اللايك رجاء وتشتركوا في القناه لو حابين يوصلكم دايما فيديوهات من بالمختصر المفيد مع دانا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.